وبعد ما اتكلمنا عن ال individual product decisions اللي هي القرارات الخاصة بكل برودكت على حدة، زي البرودكت اتريبيوتس، البرودكت فيتشرز، البرودكت ديزاين، البرودكت ستايل، البراندنج، الباكجينج، الليبل، السبورت سيرفيسز، كل دي حاجات خاصة ببرودكت معين، منتج معين. بتبقى دي القرارات الخاصة بيه اللي لازم الماركتير ياخدها ويحطها في البرودكت استراتيجي او الاستراتيجية العامة للمنتج. في نوع تاني من القرارات خاصة بالبرودكت لاين. يعني ايه البرودكت لاين؟ البرودكت لاين ده هو مجموعة من البرودكتس محطوطة مع بعض في لاين واحد. هنتكلم بالتفصيل عن معنى البرودكت لاين، ايه هي القرارات الخاصة بالبرودكت لاين واللي بتحدد الاستراتيجي الخاصة باللاين ده. يعني ايه برودكت لاين؟ برودكت يعني منتج، ولاين يعني خط. يعني في مجموعة كده من المنتجات هنحطها مع بعض ويبقى اسمه لاين. مجموعة من المنتجات هتوضع مع بعضها ويبقى اسمه لاين. طيب، ايه المنتجات اللي ممكن توضع مع بعضها؟ المنتجات اللي شبه بعضها. شبه بعضها يعني ايه؟ يعني شبه بعض في الوظيفة، شبه بعض في التارجت كاستمرز، موجهة لنفس الكاستمرز، موجودة في نفس أماكن البيع أو الأوتلتس أو أماكن التوزيع، ليها نفس رينج الأسعار. يعني في صفات مشتركة بتجمع بين البرودكتس أو المنتجات دي مع بعضها، فنحطها مع بعضها في لاين واحد ويتطبق عليها بقى سياسة واحدة لأنهم شبه بعض اوريدي. يعني لو افترضنا مثلا إن بيبسي كولا عندها منتجات كتير، عندها منتجات مياه غازية اللي هي بيبسي وسيفن اب وميريندا مثلا، ده لاين. عندها عصائر زي تروبيكانا وغيرها، ده لاين. عندها مياه معدنية اللي هي اكوافينا، ده لاين. يبقى هنا شوفي كل برودكتس او كل منتجات ليها طبيعة شبه بعضها بتتحط في لاين. وهكذا هنلاقي امثله كتيره هنتكلم عنها، انما المقصود بالبرودكت لاين ان احنا الشركه عندها منتجات كتيره جدا، منتجات غير متجانسه، مختلفه عن بعضها في كل حاجه، مختلفه عن بعضها في طبيعه المنتج، مختلفه عن بعضها في السعر، مختلفه عن بعضها في التارجت كاستمرز، مختلفه عن بعضها في اماكن البيع. هناخد المنتجات اللي شبه بعضها دي ونحطهم جنب بعض ويبقى اسمه لاين. ده مفهوم كلمه برودكت لاين. نايكي مثلا بتنتج مجموعة مختلفة من الأحذية، مختلفة التارجت كاستمرز. يعني في أحذية خاصة بالجري، أحذية خاصة بلعب الكرة، أحذية خاصة بالمشي، أحذية خاصة بالخروج والكاجوال وير. يبقى هنا كل انواع من الاحذيه بتتحط في لاين. يعني احذيه الجري اللي هم موديلات مختلفه ولكنها الهدف منها واحد والتارجت كاستمرز بتاعها واحد اللي هم الناس اللي بيحبوا الجري. الأحذية الخاصة بالرياضيين مثلا بتتحط في لاين بعضها، الأحذية الخاصة بالكاجوال وير بتتحط في لاين لوحده، الأحذية الخاصة بالمشي بتتحط في لاين لوحده، وهكذا. ماريوت مثلا كسلسلة فنادق عندها مجموعة من سلسلة فنادق، كل مجموعة فنادق ليها طبيعة كاستمرز مختلفين وليها رينج اسعار مختلف، فبيحطوا كل مجموعه دي في لاين لوحده. الاندستري المشهوره جدا انها بتشتغل بنظام البرودكت لاينز ده مثلا الفارماسيوتيكال كامبانيز او شركات الادويه. هنلاقي مثلا شركات بتنتج انواع مختلفه من الانتيبيوتكس وانواع مختلفه من القطرات العيون وانواع مختلفه من الدهانات الجلديه وانواع مختلفه من الفيتامينز والمكملات الغذائيه، فيقوم حاطين الانتيبيوتيك ده مثلا، الانتيبيوتكس دي في لاين، والقطرات العيون في لاين، والمكملات الغذائيه والفيتامين في لاين. يبقى زي ما احنا شايفين كده مفهوم كلمه برودكت لاين اصبح واضح، اللي هو مجموعه من المنتجات اللي ليها طبيعه متشابهه بتتوجه لتارجت كاستمرز متشابهين ليهم رينج اسعار متشابهه، وهكذا. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو
عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.